مفيش رئيس دولة على دولة إلا بناسها وبشعبها. رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلمة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي أبى من أبى، لأن هو عبد الفتاح السيسي بيخاطب بأنه رئيس دولة جمهورية مصر العربية، وده مش من الوزراء الموجودين في مصر، لا ده على رأسهم كمان رؤساء الدول التانية. فرسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس كان يعرف عن سيدنا خالد بن الوليد بالدهاء ان عنده دماغ يقدر يتعامل فيها مع أعدائه. طب هل أنا ممكن أعتبر إن الشعب المصري هو عدو للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ إن لم نكن أعداء فهيبقى اللي بيحصل فينا ده إيه؟ يعني لو إحنا مش أعداء، لو إحنا كده حبايب. سيدنا خالد بن الوليد كان يعرف إنه في الغزوات لما يجي يحارب كان يقولك بيعطي فرصة لأعدائه إن هم ينسحبوا. طب ليه كانوا بيعملوا كده أو ليه كان بيعمل كده؟ عشان يدي فرصة لعدوه إن هو لو لقى نفسه إنه خلاص يعني مفيش حل إن هو يكسب الحرب دي فينسحب. انسحابه في حد ذاته انتصار ليه لسيدنا خالد وللمسلمين. طب أنت زنقتهم في خانة اليك، يعني لو أنت وصلت إنك تزنقهم في خانة اليك وإن أنا كده كده ميت هموت نفسي عليك. يعني من الدهاء إنه كان وصل إنه لما بيتعامل مع أعدائه يديهم فرصة إن هم ينسحبوا. انت هتنسحب يبقى انا انتصرت باقل خسائر وفي نفس الوقت حققت الغرض من الغزوه اللي انا بعملها. لكن لما تزنقهم في خانه اليك هيموتوا نفسهم عليك، يبقى انا كراجل بحارب يبقى انا هخسر. كذلك حالنا دلوقتي، انت في ضغط مستمر على المصريين بطريقه فيها غشم، فيها كده ايه حاله لا مبالاه، اللي هو احنا محزمين البلد وهنحكمها. بس والله وانا بحلف والله 3 ايمانات اتحاسب عليهم، ان انت بضغطك كرئيس دولة ومعك اللي هم الوزراء وسياسات الحكومة بانك بتضغط الناس دي بالطريقة دي، فهيجي عليهم لحظة هو كده كده ميت، هو كده كده مش هيبقى، بص انا مش هيبقى يقولك انا مش فارق معايا حاجة. فهتلاقي اللي قدامك ده انت اللي هتبقى خسران، انت اللي هتبقى خسران ان انت ممكن ما تفضلش في مكانك. مفيش رئيس دولة على دولة الا بناسها وبشعبها. يعني مفيش واحد رئيس او ممكن يمسكه مدير في شركة او مدير لقسم معين وهينجح الا بالناس اللي تحتيه. فانت لو جيت ضارب كل كرسي في الكلوب ومش فارق معاك حد يبقى انت مش هتصلح ان انت تفضل ماسك المكان ده. فانت بضغطك على الناس وبضغطك على ان انت يعني عمال تعمل عليهم بريشر اللي هو ايه انا مش فارق معايا وهنفذ اللي انا عايزه ومش فارق، واللي عندكم رباط راسكم في الحيطه. بأمارة ايه وعند مين الكلام ده؟ انت دلوقتي لما الغاز رفعته والبنزين بترفعه انت قعدت تقول ان احنا عايزين نوحد زي الاسعار العالميه. طب الاسعار العالميه بتنزل البنزين، اسعار البنزين دلوقتي بترخص مش بتغلى. ليه بتنزله ولا ليه بترفعه عشان صندوق النقد الدولي ودي شروط موجوده. طب والناس والشعب اللي عندك مش مهم، انا عندي في شروط محطوطه عشان القرض بتاعها هعملها. طب والضغط الشعبي والناس اللي ما بقتش عارفه تعيش والناس اللي بقت كارهه نفسها ده على حساب مين؟ وده هيصب في حساب مين؟ انا راجل لما بركب اوبر بركب مع اي سواق، بركب مع اي حد من الناس اللي بتقابل ناس كل يوم واجي بس ابدا يعني ايه انكشه، عايز اشوف كده ايه يعني. قسما بالله انا بقابل سواقين هم عباره عن قنبله، يعني ايه عايزه لحظه كده تنفجر. وده راجل عنده عربيه وشغال، فبلد بواحد بقى من اللي قاعد لك في الشارع مش شغال خالص، ولا واحد اللي داخله اصلا ما بيكفوش ولا معيش، ولا واحد دلوقتي من الناس اللي بتاخد زي ما بيتقال 5 و6 آلاف جنيه، وانا واحد من الناس دي. انت بتطالب ان الناس دي تعيش، هتعيش ازاي؟ لما انت انترنت دلوقتي عليته رفعته، ادي خدمه من الخدمات اللي اصلا ما بقاش في حد يقدر يستغنى عنها. غاز رفعته، كهرباء بترفعها وبتقطعها، ترفع الخدمه وبتقطعها في الصيف، ميه كذلك، مواصلات في الشارع كذلك، شوفات، أدوية، أي حاجة في حياتنا بقت مرفوعة. طب هل أنا دلوقتي كراجل عايش في البلد دي بيزيد دخلي بالمعدل الزيادات اللي بتزيد عليا؟ لا. فبيجي الواحد من دول ما بقاش عايش مبسوط في بيته بسبب الضغط اللي عليه. الست عايزة حاجات هنفتها وغصب عنها ومش بتتكلم فيها، تطلب حاجات غريبة، عايزة بيتها في الحاجات اللي هي متجوزة وخرجت من بيت أهلها وبيت أبوها وأمها اللي كانوا بيوفروا لها كل حاجة ببلاش لبيت واحد هي بقت مسؤولة عنه، فعايزة حاجات في البيت. فبتطلب من الراجل اللي عايش معاها، الراجل اللي عايش معاها بيبقى شغال شغلانه واثنين وثلاثه ومش قادر يكفيه.
عمل ضغط نفسي، ممكن كلمة في حدوتة تبص تلاقي اتخانقوا، ممكن يموتها، ممكن يطلقها. في البيت مش طايق حد من الناس اللي بيشوفها، في الشغل مش عايز يعرف حد من زمايله. انت واصل بينا لحد فين؟ ولا عايز بينا تروح بينا لحد فين؟ اللي احنا فيه دوت والضغط اللي الناس بقت ماشيه فيه. للمره المليون انا مش راجل بنتمي لاي يعني اي حزب ولا اي جماعه ولا اي حد، بس انا واحد مصري، واحد عايش وسط الناس دي، واحد بشوف الناس وبتعامل مع الناس وعارف يعني زمان ايام جمال عبد الناصر وايام مبارك وايام السادات وايام واحنا بنتكلم عن الناس دي لان ما بداتش الحكم والسياسه اللي هي اللي عايشه دي الا من ايام ثوره 52. الناس دي زمان وقبلهم هتلر لما حب يسيطر هيمنته كان بيتعاملوا على الاذاعه والاعلام ان هم يسيطروا على عقول الناس. زمان كانت الدنيا ماشيه كده، لكن دلوقتي انت عندك انترنت، عندك يوتيوب، عندك تيك توك، عندك فيسبوك، عندك جوجل، عندك اي حاجه تقدر تخش عليها دلوقتي تعرف الدنيا ماشيه ازاي. فزمان لما كان يعمل لك طباخ الرئيس ويطلع لك ان الرئيس مغيب مش واخد باله والناس الوزراء اللي تحت منه هم اللي مغيبين وهم اللي مخلينه مش واعي، كان ممكن نقول يعدي. الناس كانت ممكن تسمع الكلام ده وتقول ما فيش مشكله. جاز فعلا الرئيس يكون شايف ان البلد رايحه في سكه كويسه، بس الواقع حاجه تانية بسبب الوزراء والناس اللي تحتيه. لكن دلوقتي لا، هو انت دلوقتي بالتليفون اللي معاك ما تقدرش تعمل اكونت فيك تخش كده تشوف الدنيا على الفيسبوك بتقول ايه والناس على جوجل وفي الاخبار وفي الشارع فلو انت قادر انك تعرف ده يبقى ليه بتعمل ضغط اكبر على الناس؟ هي الناس ديت مش هي دي الشعب المصري؟ مش هي دي اللي سعادتك قلت في لقائك مع لميس الحديدي الشعب لم يجد من يحنو عليه، الشعب من العيش اللي يحنو عليه؟ هي دي الحنية؟ هو ده الكلام اللي حضرتك قلت مصر بقدرها يعني ما ينفعش تعيش تحت الإعانات ولا تحت ان هي تفضل تستلف من بره؟ طب ده احنا دلوقتي سالفين من طوب الأرض، ودلوقتي احنا حياتنا في وقت برضو لقائك انت قلت ان احنا عندنا عجز ب1 مليار جنيه دلوقتي ب 12 او 13 مليار في 10 سنين، يعني بمعدل مليار دولار كل سنة. مين اللي عمل العجز ده؟ ومين اللي استلف الفلوس دي كلها؟ يا فندم انا ما اعرفش الفيديو ده ممكن يوصل لفين ولا ممكن مين اللي يسمعه. انا بوصل صوتي زي صوت الناس. البلد دي ما حدش فيها بيكرهها، والبلد دي يعني الناس كلها نفسها تبقى احسن بلد في الدنيا، واحنا عندنا القدره. احنا كبلد احنا عندنا مواردنا وعندنا الايدي العامله وعندك الشباب اللي يخلوا اي بلد في الدنيا في حته تانية. يبقى ليه بيتم قهرنا وهي ما بتدومش لحد؟ ولو كانت اتدامت لحد ما كانتش وسطتنا. واحد زي ايام مبارك كان بيدي تنفيذ، يعني كان مبارك ايام حكمه كان بيدي تنفيذ لسياساته بان بيخلي فيه معارضين اللي هم دلوقتي مؤيدين لحضرتك واللي بيطبلوا لك لان مصلحتهم معاك، واللي اول ما هيبقى في كرسي في الكلوب واول ما حضرتك هتمشي هنلاقي عمرو اديب واحمد موسى وكله هيطلع يقول لك ده كان راجل كان بيقهرنا وكان. انت عارف ان هم بيسقفوا لك دلوقتي عشان انت جزمتك على راسهم، فانت عارف ان هم بيسقفوا لك مصلحه متبادله. لكن احنا ما نستاهلش الكلام ده، احنا ناس ما نستاهلش ده، احنا ناس كويسين وناس والله فينا خير. يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيه ان احنا نخلي بلدنا في حته تانية. يبقى ليه نوصل للمرحله دي؟ فرساله لسيادتك يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ويا وزراء، كفايه بالناس كده. انا واحد من الناس متجوز بقالي 3 سنين وعندي ولد واحد، بفكر 1000 مره لو خلفت تاني. بفكر دلوقتي في خلال كام سنه جايين لما يدخل حضانه ولا يطلب مدرسه انا هصرف عليه منين؟ اذا كنت انا مرتبه وحياتي كلها اللي جايه على قد اللي راح عشان اكل واشرب بس. فرأفة ورحمه ربنا سبحانه وتعالى الرحمه فوق العدل ان احنا نرحم بعض.